تمام يا صاحبي، خلاص هلبس دلوقتي واجيلكم. تمام يا صاحبي، خلاص هلبس دلوقتي واجيلكم. ايه ده؟ اكيد سألت نفسك قبل كده ليه صوتك لما بتيجي تسمعه في تسجيل او في فيديو بيبان لك مختلف عن لما بتسمعه وانت بتتكلم كأنه صوت واحد تاني؟ طيب هل هو فعلا مختلف؟ ولو مش مختلف انت ليه بتسمعه مختلف؟ الموضوع ليه سبب علمي هحكيهولك. علشان تعرف هل صوتك مختلف عن ما انت فاكر ولا لا، لازم في الاول تبقى عارف عمليه السمع دي اصلا بتحصل ازاي، من اول ما بيبقى في صوت جنبك لغايه ما بتسمعه. فالصوت ببساطه هو عباره عن موجات او ذبذبات بتنتشر في الجو اول ما مصدر الصوت ده بيشتغل. فنفترض انك جيت عملت ريكورد على الموبايل وجيت تسمعه، فالصوت دلوقتي بتاعك ده هيطلع من الموبايل على هيئه موجات او ذبذبات تنتشر في الجو لغايه ما تدخل ودنك. تدخل الموجات ودنك تخبط طبلة الأذن، ودي عبارة عن غشاء رفيع كده صغنطط، اول ما يتخبط بيتهز كانك ضربت على طبله حقيقيه بالظبط، يعدي منها الصوت لغايه ما يوصل لحاجه جوه ودانك اسمها القوقعه، ومن القوقعه دي تتولد اشارات تروح لمخك، ومن هنا يبتدي المخ يعالج الموجات او الاشارات اللي جات له دلوقتي دي، ومن هنا تبتدي انت تسمع وتدرك الصوت اللي انت دخل ودنك. والمسار اللي بيحصل ده اسمه اير كوندكشن او التوصيل الهوائي، وده اللي بيحصل مع اي صوت خارجي انت بتسمعه، صوت بقى بني ادم، صوت حيوان، صوت اغنيه، او حتى صوتك اللي انت لسه مسجله في ريكورد دلوقتي وبتسمعه. نيجي بقى للجزء المهم، وهو انك لما بتيجي تتكلم فانت بتسمع صوتك اللي انت بتتكلم بيه دلوقتي ده بطريقتين. اول طريقه وهي الاير كوندكشن او التوصيل الهوائي، ودي الطريقه اللي انا لسه حكي لك عنها دلوقتي. اما بقى تاني طريقه وهي اسمها البون كوندكشن او التوصيل العظمي، وده مسار داخلي منك فيه. انت لما تيجي تتكلم احبالك الصوتيه تتهز، تطلع الذبذبات الصوتيه دي لبره للهواء، وبكده يبقى المسار الاولاني اتحقق وهو الاير كوندكشن. بس الذبذبات دي برضه زي ما طلعت لبره للهواء فهي برضه وصلت لودنك عن طريق العظم بتاع الجمجمه بتاعتك، بس وصلت بتردد منخفض، وبكده هيبقى في نوعين من الاشارات العصبيه اللي دخلوا ودنك واتنقلوا لمخك عن طريق مسارين مختلفين. وده السبب ببساطه اللي بيخليك تسمع صوتك بنبره مختلفه وانت بتتكلم عن لو سمعته في ريكورد انت مسجله. طيب انت دلوقتي صوتك الحقيقي مين فيهم؟ انهي واحد؟ علشان تجاوب السؤال ده بحق ربنا فانت المفروض تجيب ميكروفون وتحطه قدام احوالك الصوتيه بالظبط علشان تعرف صوتك الحقيقي عامل ازاي. وبما ان ده عمليا مستحيل لانك لو عملت كده مش هتلحق تسمع صوتك اصلا وهتزور وتموت، فخليني اقول لك واوفر عليك ان تقريبا صوتك الحقيقي هو صوتك اللي انت بتسمعه في التسجيل، وده غالبا برضه الصوت اللي الناس حواليك بتسمعه. بس خلي بالك من نقطه بقى هنا، وهو ان معظم الموبايلات او المايكات اللي حوالينا ما عندهاش نفس الكواليتي او الجوده بتاعت ودنا، وده معناه ان صوتك افضل شويه من الصوت اللي انت بتسمعه في الريكوردات. وفي حاجه كمان تطمنك ان صوتك مش وحش قوي زي ما انت متخيل، وهي انك لما بتسمع صوتك من ريكورد انت مسجله مثلا فانت مش متعود عليه زي ما متعود انك تسمع صوتك وانت بتتكلم، واللي هو فيه زي ما قلت لك جزء كبير بتردد منخفض بيتنقل عن طريق البون كوندكشن، فانت مش متعود عليه ومستغربه، ولكن اللي قدامك متعود عليه، هو ده صوتك اللي هو عمال يسمعه منك من اول ما عرفك، فهو خلاص اتعود عليه ومش عامل له مشكله زي ما انت فاكر. الا بقى لو انت فعلا صوتك وحش فدي قصه تاني. ففي النهايه كل واحد فينا عنده نبره مميزه لصوته اللي مألوفه لعدد كبير قوي من الناس اللي بتتعامل معاهم كل يوم ومش بيستغربوه. وانت كمان المفروض دلوقتي بعد ما عرفت السبب ان انت كمان ما تبقاش مستغرب صوتك، وما تفتكرش ان هو وحش ولا حاجه، افتكر بس ان انت بتسمعه بطريقه مختلفه عن اللي قدامك بيسمعه. وبعد ما تفتكر ده وتطمن، افتكر اذا كنت عملت لايك وشير للفيديو ولا لا، سبسكرايب للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجايه.